السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ولا مساء الخير، منين نلقاكم لا فيديو تاعي هذا؟ ان شاء الله يلقاكم بخير ومهينين. نرحب بكم بزاف بزاف، ونرحب بالمشتركات تاعي الوفيات اللي راهم يتبعوا فيا ويحفزوا فيا ثاني. نقولكم يعطيكم الصحة، نشكركم بزاف بزاف، ونشكر المتتبعات اللي دخلوا عندي جدد في القناة ثاني. نقولكم مرحبا بكم، القناة قناتكم، راكم نورتوني وشرفتوني وراكم تحفزوا فيا بالتعليقات تاعكم، نشكركم بزاف بزاف. اليوم جبت لكم يعني تدبيرة ولا كيما نقولوا تحضيرات رمضان، ولا يعني كل واحد كيفاه يحب يقولها. انا شريت حبيت ان نصور معكم يعني الطريقة تاع كيفاه نجمدوا التمر، كيفاه نخبوه في الكونجيلاتور يعني من نهار رمضان. ويعني كل وحده والاخر تاعها، يعني كل وحده ومقدورها. كاينه اللي تكونجلي، كاينه اللي ما تخبيش، كاينه اللي تشري في رمضان، كاينه اللي تكسر به الصيام، كاين كل وحده وكيفها. انا حبيت نعطيكم الطريقه، واللي تحب تهز دير مرحبا، واللي ما تحبش نحترم اراء اي وحده. لهنا انايا تمر باسكو على بالك احليلو زوالي منا لهذاك الوقت راه غالي. يعني دوكا هذه الفترة راه شوية رخيص. أنا كيما هذوك اللي راني شاريتهم هكذا، يعني شراهم الزوج تاعي، طاحوا له 200 ألف، فيهم واحد 4 كيلو واش. يعني أنا كل وحدة وجيبها. هاكم شفتوا في رمضان والآخر يزيدوا يطير السلعة، الله يبارك. شفت كيفاه يزيدوا يغليو. الزوالي مسكينة وما يقدرش كيفاه يقضي. تولي تلحق التمر هذا يلحق حتى 180 ألف. الزوالي مسكين ما يصيب لا من الدجاج ولا من الخضرة ولا من كسوة العيد ولا من القاطو. يعني أنا حبيت نعطيكم كفكرة، يعني لي شهارة مسكينة ولا شهر راجلها قد وقد الحال. يعني اشري بشوية هكذا، اشري اللي اشتغل بالكيلو وديريها في المجمد، يعني ما يصرى لها حتى حاجة. يعني دوك نعطيلك الطريقة وتحبي ديري هكذا، يعني ناجحة وصالحة. يعني تقدر تقعدي تخبيها حتى لمدة عام. يعني ما تديش يعني ما كيما نقولوا ما يفزد ما يصرى له والو. لهنا انايا كيما جابها لي حكمت قطعتها هكذا بالمقص كيما راكم تشوفوا. حكمت مسحتها كل بيسك الدقلة ما تتغسلش، وكل وحده كيفاه اللي تغسلها. انا يعني ما نغسلهاش صراحه، نمسحها برك من الغبار والاخر. نمسحها شوي شوي كيما راكم تشوفوا. يعني وريت لكم هنايا كيفاه مسحتها وقطعتها بهذاك الاخر. ما تنحيلهاش كل هذاك العرجون، خليها نحيلها غير هذوك اللي زايدين. ومسحتها هكذا كيما راكي تشوفي. يعني قلت لكم رمضان هذا لازم الواحد يوجد له من دوك كيما نقولوا انت ويا ربي وجدي بشويه هكذا على بالي. ان شاء الله كاين اللي يقول لك انا ماهوش دوكا، وكاين اللي يقول لك كل واحد هو حر. قلت لكم كل واحد وهو حر. لهنا باش ما تروحليش الفكره، هنايا انا شريت هذو البلاطوات هذو تاع البوليستيران هكذا. يخبوا فيهم يعني هما صحيين، يخبوا فيهم الغذائيين، يعني تخبي فيهم تمر الدجاج. انا يخيشتوني موالفه نستعملهم. انا هذو ما يخطونيش من الدار. ديما نشري عند اللي يبيع الحلويات البنات. وكل واحد كيفاه يبيعها. كاين اللي يبيعها بألف، كاين اللي يبيع زوج ب 1500 1500. يعني كل واحد كيفاه. يعني انا قلت لك واللي ما عندهاش نقولوا ما تشريش هذو وما لقاتهمش مش متوفرين، ديرهم في الاكياس تاع هذوك البيض تاع الثلاجه هذوك. دير شويه وتخبي قسمه تكسر صيام يومين ولا نهار، ولا يعني كل وحده كيف انا عطيتك يعني شغل الفكره. وحبيت ندير لكم يعني النشاط الحماس. يعني كل وحده هكذا يعني حابه تخبي. يعني عطيت لك الفكره. ان شاء الله تدو من عندي كيما نقولوا فكره، تدو من عندي تدبيره. قلت لكم هنا يعني رمضان هاكم شتو كيفاه يهز المصاريف ويهز. يعني اللي قدو قد الحال مسكين الزوالي، يعني اللي كيما نقولوا جهدو يبدا يخبي بشويه. يعني انا مانيش ضد هذه الفكره. يعني كي تشري نهار السكر نهار بدون زيت دنقي لا دات برك. وان شاء الله رمضان كما يقولوا ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. ان شاء الله ربي يطول العمر، وان شاء الله منا لهذاك النهار. قالها الاخر حنا نسبوا ويقول لك ربي يسب بعبدي وانا نعينك. حنا كما نقولوا نديروا هذو هكذا تدبيرات اللي تنقص في اللي تنقصيها خير، اللي تنقصيها مليحه. يعني ما راح تضرك والله. فهمتي كل حاجه تنفع. يعني كيما هكذا مليحه. دوك على بالك تمرها وشويه رخيص. دوك بصح يلحق رمضان راه النار تشعل، يعودوا البري طايرين في السماء. حنا الناس في شهر رمضان وشهر التوبه والغفران حنا يزيدوا التجار ربي يسامحهم يزيد فيهم الحال. راكم شفتوا الدجاج يغلى، الخبز يغلى، كلش يزيد. ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدر جميع الزوالي مسكين اللي جهدوا جهد الحال.
المهم لهنا قلت لكم ديري كميه هكذا في الاخر ولا في ساشيه هكذا قسمه تفطري يومين ولا 3 ايام هكذا تكسي. حنا واش نكسو صيام بحبه ولا زوج. يعني انا ما نكذبش عليكم، انا كون ما يكونش في الطابله يعني راني ما نقدرش نكسر بها الصيام. يعني انا تمر الرسول عليه الصلاه والسلام ذكره في القران. لهنا هاهم بعد ما درتهم شوفوا كيف جاو متحوفين باهيين. انا حبيت يعني نحفزكم ونعطيكم يعني هكذا تدبيره. كاينه اللي تحب ذاك بالكش كي تشوفني تحب تهز وتحب دير، يعني نتمنى ان شاء الله تجربوها. شوفوا انا هنا جابت لي 12 هذه الكلايه هذو الباكيات هذو الصغار. شوفوا كيفاه جاو مستفين باهيين. يعني نتمنى ان شاء الله تجربوهم. نشتري ما عندكش هذو اللي البلاطو ما لقيتيهمش ديريهم في اكياس تاع الثلاجه هذوك ترونسبارون حطيهم في بورتمونجي، والله اللي عندها المجمد الكبير. يعني كل وحده حره. انا عطيتك التدبيره وعطيتك الفكره وان شاء الله تطبقوها الا عجبتكم. يعني كيما نقولوا اشتغل بالكيلو، اشري اللي اشتغل بالكيلو. وكل واحد ومقدوره وكل واحد وجيبه. كل واحد ما يشرط تروحي تشري 2 كيلو ولا 3 كيما انايا. اشري بشويه برك. ولا هنا هاني بعد ما حطيتهم في المجمد. اللي هنا حبيت نصور لكم كيف حطيتهم فوق بعضهم. شوف كيف جاو مفروزين، جاو مستفين ومنظمين. تجبدي بالوحده هكذا كي تخلص نزيد نجبد وحده وهكذا تدريجيا كيما نقولوا. ان شاء الله تعجبكم. يعني انا هذا وش حضرت اليوم معكم. يعني تمر حبيت نصوره معكم يعني خطوه بخطوه. لهنا حطيته في المجمد. كاش نهار نزيد نصور معكم يعني الفريجيدير تاعي الكونجيلاتور ان شاء الله. نبقاو في التحضيرات. لهنا ثاني الاخر هنا ثاني وجدت كاين اللي يقولوا طعام المسفوف. انا يعني المسفوف للسحور راجلي يعني ديما يسحر به. يعني ما نكذبش عليكم، يعني ديما في الطابله في السحور ندير له نهار يومين حليب ويومين مسفوف. يعني وكاين اللي ما يسحرش بالمسفوف، كل واحد كيفاه. بصح انا راجلي يعني لازم يسحر به. لهنا شريت هذا البيدون هذا تاع البلاستيك هذا، يعني بالمغطى عملي وسهل. باسكو ما نشتيش نخلي دقيق ولا اخر في الساشيه هكذا. نشتي نديرهم تبقى خدمتك منظمه ومغطيه، يعني كلش في نظافه. لهنا هذا مفتول تاع الدار، يعني ماهوش كيما نقولوا مشري ولا. انا نشتي الحاجه تاع الدار مفتول ماشي هذاك المشري. لهنا هاني فتلته يعني رقيق وبيض يسخف يعني. لهنا وحطيت فيه فلفل هذاك الاحمر اليابس به اون سي جامي. يعني ما كيما نقولوا هذه طريقه ديريها في البربوج في الطعام، ديريها في الدقيق، ديريها عندك الفرينه ديري الرند، ما ديريش فلفل هذا الاحمر. هادو هما اللي يعني التحضيرات تاعي. يعني حبيت نصور معكم ونحفزكم. وان شاء الله واش نقول لكم، نشكركم بزاف بزاف ونتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاعي هذا ان شاء الله وتطبقوه. ونشكر المتتبعات تاوعي بزاف بزاف وخواتاتي اللي راهم يحطوا لي تعليقات ويحفزوا فيا، لا فامي تاعي، حباباتي اللي معايا في الخدمه، يعني جميع اللي راهي تحط لي. ونوجه تحيه بزاف بزاف الام ريناد، نقولها يعطيك الصحه والحمد لله كي راكي بخير. والحمد لله كي شفت التعليق تاعك بيسك عند قداه ما علقتي ليش، نقول لك الحمد لله كي راكي بخير. ونقول لحباباتي الى فيديو اخر، سلام.